السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بص الجمال ده. يلا هنرتب افكارنا، نقول لكم هنعمل واحدة واحدة. ايه اول حاجة؟ جبت الحلة وحطيت فيها معلقة من السمنة كده حلوة، ونزلت عليها كده بمعلقة من الثوم. هنقلبها كده لحد ما تاخد معنا اللون الذهبي، وبعد كده هننزل عليها بالطماطم المصفية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بعد كده يا بنات حطينا لها ملح وفلفل اسمر، وهنسيبها تتسبك. وبعد كده هنروح للمرحله الثانيه. ايه؟ جبنا صينيه حطينا فيها كده معلقتين 3 كده من الزيت، وبعد كده نزلنا عليها البصل المفروم. وبعد كده يا بنات هننزل باللحمه عليها، هنخليها كده تتعصد كده يا بنات، هنقلب فيها لحد ما تتعصد. وبعد كده هننزل عليها بالفلفل الالوان او فلفل اخضر اللي ممكن الموجود عندك تحطيه. بعد كده يا بنات هننزل بالتوابل: ملح، فلفل اسمر، كمون، بهارات، قرفه، جنزبيل، بابريكا، سنه شطه. كل التوابل اللي انت بتحبيها ممكن تحطيها عليها، جميله جدا ما شاء الله يعني. بعد كده يا بنات وقشرناها كده، مرضيش اجيبها وانا بقشر فيها عشان الفيديو ما يطولش عليكم. وبعد كده هنقورها بالمقوار ده او اي مقوار اللي الموجود عندك. المهم ان احنا بنقورها كده زي ما انتم كده شايفين، واللي بيطلع منها يا بنات ما بنرموهوش، بنحطه في طبق كده، وبعد كده هنشطفه تاني ونحطه في قلب الصينيه. هنقورها كده بالطريقه دي كده يا بنات، وهنعمل لها البطاطسايه اللي ما لهاش قاعده، نعمل لها قاعده كده يا بنات عشان لما نحطها في الصينيه ما تقعش مننا. نعمل كمية البطاطس دي كلها زي ما انتم كده شايفين كده، نقورها وبنحوش القلب اللي بيطلع منها، لاننا هنحطه في قلب الصينية، لاننا هنعمل معاها رز وسلطة. هناكل رز وسلطة والبطاطس دي يا بنات زي ما انتم كده شايفين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. لو وصلنا لحد هنا كده في الفيديو ما تنسوناش بلايك واشتراك. بعد كده يا بنات، بعد ما غسلنا البطاطس كده وصفناها من المية، هنحطها في الزيت كده، نديها تحميرة كده بسيطة كده، لون ذهبي كده يا بنات زي ما انتم كده شايفين، يعني تحميرة بسيطة عشان تبقى في السوا. بعد ما نحمرها كده يا بنات زي ما انتم كده شفتوا كده، اديناها كده صدمة كده يا بنات، اديناها اللون الذهبي كده. شطفنا طبعا البطاطس اللي طلعناها من قلب البطاطس اللي احنا قورناها، وهنفرشها كده في قعر الصينيه زي ما انتوا كده ايه شايفين. بعد كده يا بنات هنحشي كده البطاطس. طبعا احنا سيبنا التعصيجه، هدينا عليها النار وسيبناها كده استوت مع نفسيها، بعد طبعا ما حطينا لها التوابل اللي انتوا شفتيها. وبعد كده هنحشي البطاطس كده يا بنات، وهنحط كده فوق البطاطس اللي احنا طلعناها من قلبها، تبقى قاعدة ليها، لأن البطاطس دي مش هنرميها لأننا هناكل بيها حبة رز. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أنا عارفاكم كلكم شاطرين، احنا بس بندي بعض أفكار نعمل إيه على الفطار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بعد ما حشيناها كده طبعا كانت الطماطم اتسبكت كده التسبيكة الحلوة، هنرش كده على وشها حبة كده من الطماطم زي ما انتوا كده شايفين، عشان تديها الطعم الجميل، وعشان حبة البطاطس كمان اللي من تحت. بعد كده هنحط لها كده قد كوباية من الشاي مية، هنحط لها قد كوباية شاي مية كده يا بنات عشان البطاطس تستوي، لأن البطاطس احنا حمرناها طبعا مستوية. سجل الفيديو. سجل الفيديو منين؟ اللي ورا اهو.